لازم نجرب الكيكه الجميله اللي فيها فوائد لا تعد ولا تحصى. فوائد كتير جدا، يلا جربوها بجد، جربوها، مغذيه بجد وفيها فوائد كتير وما فيهاش سعرات كتير. تعالوا نشوف الجمال والروعه دي. الله 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 على الجمال من تحت ومن فوق. شايفين المنظر؟ مفتحه وطريه، ما تعرفش هي كيكه ولا بسبوسه ولا اي طعم من الشوفان باين فيها. والقرفه مع الموز مع الحاجات اللي اتحطت، واهو شوفوا الخضار، فين الخضار؟ وتعالوا بقى مع كوبايه الشاي واقعدي بقى كلي واتبسطي كده فيها. لاول مره على اليوتيوب الكيكه دي، حقيقي لاول مره على اليوتيوب طريقه الكيكه ديت. شوفوا المنظر، جربوها. ما تيجي نصلي على النبي ونقول احنا عايزين نعمل كيكه صحيه تنفع للدايت وتنفع للاطفال اللي هم الصغيرين اللي هم عايزين يتاسسوا لسه. عندنا 3 حبات بيض، وعندنا كوب لبن، مج لبن، وعندنا نص زيت على سمنه، وعندنا كوب دقيق وكوب شوفان. بنفس المعيار ده الدقيق والشوفان. هنعاير بنفس المعيار ده السكر. ممكن بقى لو عندك سكر دايت تحطوا نص، عندك عسل ابيض تحطوا نص. واحنا هنحط كده اقل من مج كده، اقل من مج سكر. هنعمل ايه عشان يبقى صحي بزياده؟ هنبشر الجزر والكوسه دي، غسلناهم قشرناهم وغسلناهم وسبناهم يصفوا من ميتهم خالص. هبشرهم على المبشره. هنعمل كيكه بالشوفان والخضار قد ايه حلوه وصحيه، وهتبقى حاجه صحيه جدا. كله مش هحط اللي بشرته كله، هحط المج بس واحطه على الدقيق واقلبه بس اما ابشر الجزر واخد. هنعمل ايه تاني بقى؟ هذا كوب الجزر هنحطه عليه. هنحط شويه كربونات الصوديوم، حبه صغيرين كده عشان الخضار هيبقى تقيل ويرفع معانا الخضار. وهنقلب الخلطه ديت مع بعضيها كده مع كيس الايه بيكنج باودر. اي نوع عندك بقى، لو عندك كيك شيف يبقى احلى. بس احنا بقى بنقول ايه، شوفوا بقى الخضار اكتر من ايه، من الدقيق. الكوسه ما حدش يقول عليها ان هي اما بتحط لها سكر بتبقى حلوه قوي. انا على فكره عامله الكوسه ديت حلويات عندكم على القناه مرتين، بتتعمل زي المهلبيه كده بالظبط وبتبقى روعه. كنت في نفسي اعملها لكم بس لسه هعملها ان شاء الله في الصيف بقى ان شاء الله. كيسين ورقتين فانيليا بالصلاه على النبي كده. هنحط 3 حبات بيض، 3 حبات بيض. هنحط ايه بقى؟ نص معلقه قرفه. انا عايزاها بقى صحيه صحيه، نص معلقه قرفه كبيره كده. هحط عليها كمان صباع موز. ايه رايكم؟ فاكهه وخضار وكل حاجه فيها اهي. ويلا بقى نضرب دول الاول وبعدين هنضيف اللبن ونضيف. ايه رايكم لو خليناهم صباع 2 موز، ونحط ذره ملح على الدقيق عشان ما ننساش. هنحط معلقه خل بيمنع بقى الزفاره وبيخليها هش. وهنضرب دول الاول وبعدين اضيف لهم الاثنين التانيين. هنضيف السمنه هي والزيت، وهنضيف كوبايه اللبن ونضربهم مع بعض تاني ضرب كويس. تعالوا بقى شوفوا الخلطه الجميله بتاعتي دي وريحتها وطعمها. طرطشت والخلاط طرطش في وشي والله العظيم طعمها خطير. شوفوا بقى المنظر، الله 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 على جمالك يا الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل عليك يا حبيبي يا نبي. ايه رايكم في الوصفه اللي كلها فيتامينات وغذاء كامل متكامل؟ بجد مفيش احلى من كده ولا افخم من كده، ومحدش هيعرف اللي فيها كوسه. ان حد يعرف فيها كوسه تحدي. شوفوا بعمل المهلبيه بتاعت الكوسه دي، محدش بيعرف ان هي فيها كوسه. يقعدوا يقولوا دي طعمها ايه، دي ايه، وما رضيتش اقول لهم. شوفوا بقى المنظر. ولا محتاجه حاجه، كنت مسخنه شويه ميه عشان ازودها، مش محتاجه يعني. تحتوي الخلط نص كوبايه لبن
وخدت نص كوبايه سمنه، المعايير الاساسيه. ومش هندهن الصينيه غير زيت، دهنه خفيفه جدا. وتعالوا بقى نحط ايه السائل بتاعنا. عايزه احط كمان فيها ايه؟ قولوا معايا، نحط فيها كمان ايه؟ عايزاها بقى وجبه كامله متكامله من كل العناصر، جوز الهند وزبيب. شوفوا بقى، ورش كده. انا ما رضيتش احطه فيها وانا بقلبها عشان ايه؟ ما يطلعش على الوش ويتحرق. ايه رايكم كده اهو؟ وحياة النبي يا جماعه ممتازه. حطيت الباقي في الخلطه كده. وتعالوا بقى نرشه كده عليها عشان ما يبانش الزبيب بيتحرق. واعملي بقى كده ان شاء الله. وعاملاها في صينيه واسعه 30 مقاس 30 عشان برضو يبقى السمك بتاعها مش عالي قوي، تبقى فيها طعمها مش حلو ولا حاجه. كل ما الكيكه بتبقى رقيقه كل ما بتبقى مستويه احلى وبتديكي طعم احلى. حتى مهما تبقى نافشه بتبقى كده. غطاسه زبيب كده واعملي كده ان شاء الله تطلع كيكه ترند. تطلع كيكه ترند. هو حرام ان احنا يطلع لنا اي حاجه ترند يا جماعه؟ ارضى عنا يا يوتيوب وطلع لنا ترندات ينوبك في نصبه. الفرن طبعا انا مولعاه من اول ما بدات اشتغل. واحطها بقى في الفرن على 180 لحد ما تحمر. لو احمرت فوق وتحت خير وبركه. عدد شويه من فوق نحطهم. اللهم صل على النبي. شايفين لون الكيكه عامل ازاي؟ تحفه. تعالوا نديها تيست كده نشوفها بالصلاه على النبي. تحفه. وشوفوا بقى هشه الدرجه عامله ازاي. هشه هشه هشه، حاجه روعه. تعالوا بقى اما نشوف نقطع جزء كده من الكيكه بتاعتنا الجميله الهشه دي ونشوفها عامله ايه. انا سعيده بيها من قبل ما اشوفها. بجد الكيكه فاخر من الاخر، بجد خطيره. اول مره اعمل كيكه فيها كل الحاجات دي وتطلع بالطعامه والجمال ده. جربوها جربوها. ان ما دعتوش لتيتا يبقى لكم حق. بجد اللي هيجربها هيدعيلي. الله 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 على الجمال. الكيكه ايه؟ الكيكه شايفين قلبها؟ شايفين قلبها هشه قد ايه؟ مش مكتومه. الطعم حكايه، والله العظيم الطعم حكايه. حلوه حلوه للغايه. انا ما كنتش متخيلها تطلع بالطعمه دي، ولا باين فيها طعم جزر ولا باين فيها طعم كوسه. واعملوها بالكوسه والجزر والموز والزبيب وجوز الهند، وفيها تشكيله مهوله والشوفان. الله عليكم الله عليكم على الجمال اللي انتوا فيه. وهي دي بقى كيكه الخضار اللي قلت لكم عليها. هنعمل كيكه بالخضار. عملناها بخضار وبفاكهه وكل حاجه. الكيكه هي يا جماعه هشه وقلبها مليان خيرات من الزبيب. حاجات حلوه كلها اللي فيها. شوفوا ما فيش فيها حاجه باينه من الحاجات اللي عملناها. وجربوها وادعوا لي بجد. اللي يجربها وتعجبه يدعي لي. انا فخوره بيها بجد.